السلام عليكم مشاهدين قناة أحمد إيتاشي، ومعاكم أحمد إيتاشي والفيديو رقم 2 عن بناء سلة الزمالك. قبل البداية أحب أقول لكم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك وتحاولوا تنشروا الفيديو، يعني لو عجبكم يعني ما فيهاش مشكلة، يعني كلنا طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكر. ويلا بينا نخش في الفيديو، يلا بينا. رقم واحد، انا ببدي اعتراض الشديد على النظام اللي ماشي بيه لعيبه الباسكت في مصر، ما بين خروج اللعيبه للاكاديميات او دوري الجامعات الامريكي، واللي انا حقيقي ما بستفادش منه حاجه. يعني خروج مثلا مهاب ياسر في السنه اللي فاتت افاد اللاعب من ناحيه ايه؟ او قوى اللاعب من ناحيه ايه؟ بس عندنا هبه مين بعد دوري الجامعات رجعت سنتين ثلاثه كده، ولا كان مستوى مثلا شبه اللي خرج بيه من مصر. لعند مثلا السنه اللي فاتت ما شفنا توب ليفل كده من ايهاب امين، وبقى اللعيب في وضع تاني، وده بسبب تدريباته هو، مش بسبب وجوده في دوري الجامعات من 4-5 سنين، لان اللعيب بعد ما رجع ب3 سنين كان نفس المستوى عادي، ما كانش اتغير ولا حاجه. لذلك انا ما بشوفش فيه اي فايده بصراحه في حوار خروج اللعيبه لدوري الجامعات، واللي انا صراحه انضريت منها كنادي الزمالك بخروج معاذ ايمن، واللي انا مش لاقي له حل. انا لعيب خرج مني، انا دلوقتي محدود لي صفقات معينه ما ينفعش اجيب اكتر منها. طب انا لعيب عندي المفروض ان هو كان هيبقى اساس السنه دي، خرج مني، لا عارف اجيبه ولا عارف اجيب لعيب مكانه. فهي حوار غريب بصراحه، يعني سواء خروج اللعيبه او ان انا مش عارف ابدل اللعيبه اللي خرجت دي. تاني حاجه، عاوز ابدي اعتراضي على طريقه النقد اللي بشوفها من جماهير نادي الزمالك. وضع الفريق مثلا او وجود اللعيبه ديت في المرحله ديت لا يسمح بانتقاد فرديات فيهم. انت عارف الطريقه الغلط اللي اتبنى بها الفريق بلا تخطيط وبشغل عشوائي بحت، ولا اي دراسه لاي حاجه، ولا اي شغل اكاديمي خالص، يعني من مدعين الاكاديميه في طريقه بناء الفريق. الفريق لا بيمتاز مثلا بالثلاثيات، لا بيمتاز بالميديم شوت، لا بيمتاز بالاختراقات ولا اي حاجه. انا ما اعرفش احنا لما بنبني فريق بنبني على ايه. احنا دلوقتي بس كل اللي بنعمله ان احنا معانا مدرب مدخل اللعيبه في سيستم وخلاص على كده، يعني اللعيبه جت فيه يا ما جاتش فيه. نجوم الفريق اللي هو مهاب ياسر وكيجو، والله هو مفيش غير الاثنين دول بس، هم دول الاثنين نجوم الفريق بصراحه. مهاب ياسر مخترق في الثلاثيات، ما يعني كيجو بحارب تحت السله، وطبيعي هيكون لوحده وهيشوف ضغط عليه كبير في المباريات. فاللعيبه بتاعتي الاثنين دولت مش هظهروا بالطريقه اللي انت شايفها. فالمفروض يعني انا كفريق ببني فريقي بحاول اشوف اجزاء ناقصه واحاول اضمها ليا. يعني انا دلوقتي لو عندي جيزه او احمد سامي في الجزيره، اللعيبه دولت بيمتازوا مثلا بالميديم شوت، ليه انا اجيب مثلا واحد زي عبد الرحمن سعد، احمد عزب، وليد عبد الجواد، وانا اصلا ممكن ما اكونش ناقص قوي في النقطه ديت، ممكن مثلا هلافيهم بلعبه معينه، لكن انا عندي نقص فعليا في الميديم شوت، ليه ما اجيبش؟ طبعا انا هنا الناس هتستغربني ان انا ما بتكلمش على مراكز، يقول لك ده انا عندي نقص في مركز 3، انا عندي نقص في مركز 4. انا ما بحبش الطريقه دي. انا اصلا السيستم بتاع المدرب هو اللي بيفرض مركزيه اللعيبه على ارضيه الملعب، فاللعيبه تلاقيها مختلفه، مراكزهم او ادوارهم مختلفه على حسب سيستم المدرب، والمدرب بقى ليه عامل كبير في الحوار ده. فانا كل اللي بطلبه امكانيات مختلفه من اللعيبه علشان اقدر ابني فريق كويس والعب كويس. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا ان احنا ما عندناش ميديم شوت مثلا في الفريق، وده شيء بيعيق الحقيقه. شفت الماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش، انا عندي لعيب نوعا ما كان شغال لما كان بيلعب في قطر، اللي هو عبد الرحمن سعد، في الاختراقات. لما جيت اتفرج على الماتش، اللعيب وهو بيحاول يخترق في 3 واقفين له تحت الباسكت، عمال يلف حوالين نفسه، كل ما يروح يلف حوالين نفسه، كل ما يروح يلف حوالين نفسه، كل ما يروح يلف حوالين نفسه. بالنسبه طبعا لوضع الثلاثيات بتاعه انا هتكلم بعدين في جزئيه اللعيبه. فالحال في الامور ديت، يبقى انا عندي لعيب مثلا واقف في مركز 3 بتكون كله خايف منه في الميديم، او هو مثلا مركز 1 وبيعرف يلعب ميديم، بيكون كله خايف في الموضع ده، فبيضطر يشد اللعيبه معاه، فبيتيح الفرصه لان مثلا واحد زي عبد الرحمن سعد يخترق، مش يروح ويلف حوالين نفسه. وكذلك بقيه اللعيبه. يعني انا اصلا ما اضمنش لما مهاب ياسر ان يكون في مكان فاضي ليه ان هو يروح يخترق ويسجل منها. بصراحه يعني بعد المباريات اللي فاتت وانا شايف العقم اللي بشوفه تحت الباسكت في وجود 3-4 لعيبه من الخصم، فاهمين ازاي الزمالك هيهاجم او ازاي الفرقه اللي قصادهم ديت ما معهاش الا ايه، فبيضطروا يلعبوا عليها. الفريق حقيقي من غير الثلاثيات بلح، مفيش اي حاجه. يعني حتى الكام لقطه كده اللي بنعملهم ان احنا ممكن نعمل ستيل للكوره
ممكن بنزق شويه تحت الباسكت، مش عارف شويه اندفاعات، بننزل اي حد يطلب لنا شويه، لكن الفريق ثلاثيات، من غير الثلاثيات بلح. واحنا اساسا مش ضامنين الثلاثيات. يعني مثلا تألق عمر هشام او تألق مثلا مودي في مراحل معينه او تألق احمد عزب، هو بيعتمد على الثلاثيات. انا ما اضمنش ان اللعيبه ديت تتألق طول الوقت، فانا ازاي هفضل معتمد على الجزئيه ديت بس؟ ازاي ما انوعش في اختياراتي؟ كابتن مرعي ليه تأثيرين بصراحة، تأثير فني وتأثير معنوي. تأثيره الفني هو في السيستم اللي اتغير بيه الفريق او بقى شكل الفريق عامل ازاي في الحالة الدفاعية او الحالة الهجومية. بصراحة انا شايف ان هو بيعمل اقصى ما يمكن عمله، والفريق معاه ممتاز بصراحة فنيا. يعني فرقة في الدفاع بتعمل اقصى امكانياتها، وهجوميا مفيش امكانية اقصى من كده ممكن نعملها. انا عارف ان هو بيعتمد على الثلاثيات، طبعا انا خايف ان انا افضل معتمد على الثلاثيات لانها حاجه مش مضمونه، بس هو الفريق ما عندوش اللعيبه اللي يلعب غير كده. اما بقى تاثيره المعنوي وده اللي انا خايف منه بصراحه. اذا كنا احنا مثلا دلوقتي في مرحله ما في اول الموسم واللعيبه مضطره ان هي تكون مضغوطه تحت كابتن مرعي، انا ما اضمنش اللعيبه ديت في مرحله ما هتنفجر وهيظهر منها نفور، زي مثلا نفور معاذ ايمن في اول السنه، او لعيبه تانية في فرق تانية من كابتن مرعي. فانا كل اللي عايزه بصراحه هو شويه هدوء، يعني في مركز تدريبات وهو مغلقه ما بين الكابتن وما بين لعيبته. بلاش نطلع الحاجات ديت في زمن الميديا وزمن السوشيال ميديا للجمهور، لان اللعيب لو تعرض لضغوط في زمن السوشيال ميديا في ناس معينه هتقدر تضغط عليه ويحصل منه نفور. فبنتمنى الهدوء من كابتن مرعي ويراعي الزمن اللي احنا فيه. احنا مش في التسعينات، مش في اول الالفينيه، مش 2010 حتى. احنا في زمن اللقطه فيه بنبني عليها اساطير كامله، بنبني عليها حوارات كامله، بنبني عليها مشاكل كامله. فريق بسم الله ما شاء الله، فريق ما فيهوش اي حاجه. اولا تعالى بينا نتكلم، مش هكلمك بقى، هنتكلم بقى على ايه؟ على اللعيبه اللي ظهرت مؤخرا. يعني خالد عبد الناصر انا مش عارف الاحظه لان هو ما لعبش كتير، فخلاص ما فيش امكانيه ان انا اتفرج عليه واشوفه، فاركن ده على جنب. اللعيب التاني الجديد وليد عبد الجواد، ده بصراحه هي الصفقه اللي احنا محتاجينها وهتفيدنا في نقطه معينه، ان احنا لو جبنا محترف مش شرط يكون محترف بوينت جارد، احنا عاوزين سكورر. هو سكورر يشوط لي ميديم من هنا، يخترق لي من هنا، يعمل لي ثلاثيات من هنا. صناعه اللعب مش مهمته، احنا معانا لعيبه بتصنع لعب. فوليد عبد الجواد خدمني في الحته دي. بالنسبه بقى للصفقه الثالثه عبد الرحمن سعد، فانا اتكلمت اول الفيديو، كلامي دلوقتي عليه هيكون ان احنا قصاد لعيب لسه ما بقاش لعيب. يعني ايه لسه ما بقاش لعيب؟ يعني لسه مش هو عبد الرحمن سعد سواء اللي كان في منتخب قطر او كان في الدوري القطري. اولا على مستوى التسديدات صفر، وهو دي مش عاده اللعيب تسديداته ما بين ال 30 ل 35 تخش على 40%، وهي التسديدات ديت الوضع، وديت التسديدات في الوضع الطبيعي لاي لعيب باسكت. لكن اللعيب حاليا صفر، اللعيب لما بيشوط فري ثروز صفر، يشوط ثلاثيات صفر، يعمل اي حاجه صفر. فدي حاجه غريبه بصراحه وانا مستغربها. نخش تاني على الاختراقات، فاللعيب هو بدنيا مش كويس. ازاي بقى؟ اللعيب لو بدنيا كويس يقدر حتى لو في 2 أو 3 تحت الباسكت يعلي الكيرف بتاع ايده من منطقه معينه، وبيستخدم اليونت جسمه ان هو يسجل الكوره من استخدام البورده للحلقه. انما هو اللعيب مش قادر يطلع، مش قادر يعمل الدرايف، فبيضطر يلف حوالين نفسه تاني. وهذا هو مشوار عبد الرحمن سعد مع الزمالك. اذا كان المكان فاضي اهلا وسهلا يخش يجيبها، مش فاضي ما عندوش بدنيه ان هو يجيبها. لعيب في الوضع ده اذا كان هو كويس في البنتريشن فبيسند من خلال لاعبين معاه، يعني بيسند من خلال سكرين، بيسند من خلال سنتر داخل معاه او مهاجم داخل معاه، بحيث يشد شويه من انتباه وتركيز الثلاث لعيبه اللي تحت الباسكت اللي هيدافعوا عليه، او الثلاث لعيبه اللي بيضموا حواليه، او اللاعبين اللي بيضموا حواليه، لان هو بدنيا مش قادر يسند لوحده. فلو حد يسالنا على استبداله ماشي، لو هتستبدل عبد الرحمن سعد معاك مين بقى تقدر تجيبه؟ انت الحل الوحيد عشان تستبدل عبد الرحمن سعد وتجيب حد لازم يكون لعيب عنده اختراقات او عنده ميديم شوت او عنده ثلاثيات وثابت في حاجه من الثلاثه دولت. يعني لعيب ثابت في حاجه، انا مش عاوز يا عم لعيب عنده حاجتين من الثلاثه، لا انا عاوز لعيب ثابت في حاجه من الثلاثه دولت، بشوط الميديم كويس،
يعني دايما كل ما تحتاجه في موضع الميديم يكون نسبته فيها في حاله الهدوء كده 60 70%، في حاله الشد عليه نسبته 40 50%. يا اما مجيد للثلاثيات نسبته 40 مثلا في المية من الثلاثيات، لعيب كده ثابت كده، اعرف يجيب من ضمن 4 يجيب لك 3، يجيب من الخمسة يجيب لك 2 مثلا، بس ثابت ان هو بيجيب. او لعيب بيخترق كويس اللي هو زي مهاب ياسر. هل انت تضمن لي انك لما تمشي عبد الرحمن سعد انك تجيب لعيب في الوضع ده؟ لو هتضمن لي انك تجيب لعيب في الوضع ده خلاص يا عم ماشي، مشي عبد الرحمن سعد وهات اللعيب ده. ما تضمنش وهو كلام بيتقال خلاص، يبقى خلاص، يبقى مفيش حاجه اسمها كده، يبقى نسكت وخلاص. بالنسبه بقى لادم عصام ده وضعه الطبيعي. عمر هشام لو تألق عمر هشام مثلا او تألق مودي في مواضع معينه فهو بيعتمد على الثلاثيات. اللعيب ده لو ما جابش الثلاثيات ديت هتحس ان هو لعيب مش يعني هو ده الطبيعي بتاعه. فلا الطبيعي بتاع عمر هشام ان هو يجيب 13 نقطه ورا بعض، ولما بيجيبها انا بتمنى قدام ان هو يفضل مستمر على كده، بس طبيعه الامر ان هو مش ان هو بس طبيعه الامر ان هو مش هيستمر على كده، لانها تعتمد على الثلاثيات فقط، واعتمادي على الثلاثيات مره هيخيب ومره هيصيب، فمش مضمونه. بالنسبه مثلا لاحمد عزب هو نفس الكلام. الفكره ان اكتريه اللعيبه بتاعتنا اللي شغاله في الفتره الاخيره ان هي بتعتمد على الثلاثيات، يا ظبطت معاها يا ما ظبطتش معاها، ودي معضلتنا. بالنسبه لطرق اللعب فخلاص بقى احنا قلنا اللي فيها ان احنا بنلعب على الثلاثيات ومش عارف ايه ومشي حالك. انا عاجبني بصراحه سيستم الدفاعي وسيستمنا الهجومي، انا ما عنديش لعيبه عشان اقدر اعترض عليه. تدعيم بقى، طبعا تدعيم مش تدعيم اللعيبه، تدعيم الجمهور ده اللعيبه. انت عارف وضع فريقك وعارف اللعيبه على ايه. انا انا اعترض على اللعيبه ديت ليه اساسا؟ اللعيبه بتعمل اقصى ما عندها. فانا الحل قدامي ان اللعيب ان احنا نلعب مثلا الاهلي الماتش الجاي، انا ادعم الفريق بس مش اكتر من كده. خسرت حتى ادعمه، كسبت ادعمه، مفيش قدامي غير ان انا ادعم اللعيب. انا دلوقتي مش في مرحله ان انا توب، وبالتالي لو خسرت هعترض على اللعيبه. ده بيبقى ليك حق بالظبط زي مين؟ زي فرقه اليد. انا ليا كل الحق ان انا اعترض على فرقه اليد بما لا يدع مجال للشك، ومحدش يقدر يتكلم معايا، لان الفرقه اصلا توب، الفرقه مكتمله. انما هاجي على الزمالك، انا حتى لو رجعت مهاب ورجعت كيجو فانا اصلا مش مكتمل، اللعيبه ناقصه كتير، الفرقه ناقصه كتير، فازاي انا اعترض اصلا يعني؟ على كل اللي بيدي بصراحه ان انا ادعمهم. ومش هنبقى احنا وكابتن مرعي على اللعيبه، لان احنا شايفين يعني بسم الله ما شاء الله كابتن مرعي مش هيخلي لنا احنا اصلا مجال للانتقاد. هو ما بيكملش ثانيتين في الكوره ويكون اللعيب طلع عينه امه، ويكون اللعيب تم انتقاده. اتمنى انكم تدعموا القناه، تدعموا الفريق برضه. الشير، اللايك، السبسكرايب، ده كلها اشياء تقدر تخليني انا اكمل بعد كده. فاتمنى دعم الجماهير لي ان شاء الله، واشوفكم بخير الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.